في هذا الأسبوع كنا نحتفل بعيد الفطر، أحد أعظم الأعياد الدينية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. في تقليد المسلمين البوسنيين يحتل هذا العيد مكانة خاصة. من الصباح الباكر يذهب أفراد الأسرة الذكور إلى صلاة الفجر، وبعد ذلك يصلون صلاة العيد. عند الذهاب إلى صلاة العيد من المعتاد الذهاب إلى المسجد بطريق والعودة بطريق آخر. ومن عادات العيد أيضا أن نشتري بدلة جديدة خاصة لهذا اليوم. وقبل العيد تقوم النساء بنظيف البيت بأكمله. يبدأ غداء العيد في البوسنة والهرسك بالحساء، يليه الأكلات مثل سارما ودولما وبورك والفطائر البوسنية الأخرى. الحلويات تأخذ مكانة خاصة في العيد، فعلى الأقل تقدم لك نوعان من الكيك في كل بيت تدخله، وعادة يكون الكيك الواحد تقليديا مثل بقلاوة، باروجيتا وتفاهية، والكيك الآخر يكون حديثا بكريمة الخفق. هذه العطلة هي أيضا فرحة خاصة للأطفال، عيدية كما نسميه بايرامبانكا، شيء يتطلع إليه جميع الأطفال. من المعتاد أن يزور الأطفال الأقارب الأكبر سنا والجيران، وأن يعطوا لهم المال أو الشوكولات أو الحلوى. اعتاد الأطفال على تهنئة والديهم بالعيد بتقبيل يدهما اليمنى. يقضي معظم البوسنيين اليوم الأول من العيد مع العائلة، واليوم الثاني نزور المقبرة، وهذا اليوم هو أيضا يوم الشهداء، بينما يكون اليوم الثالث مخصصا للتواصل مع الأصدقاء والمعارف. أهلا بكم إلى البوسنة لتذوقوا البقلاوة الشهيرة ولتستمتعوا في جمال طبيعة البوسنة في هذه الأيام المباركة.